سلام سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في الوصفه تاع اليوم. الفيديو تاع نهار اليوم انا صباح الحمد لله يا ربي. اولا نرحب كامل المشتركات في قناتي، نقول لهم مرحبا بكم في قناه كوزين انفال. اليوم جيتكم بالوصفه هذه تاع فطيره بالدجاج، بحجم عائلي، تجي بزاف بنينه مع حشو بنين. وهذه العجينه بزاف بنينه. تبعوا الوصفه من الاخر. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم وابوني للقناه، هكا بيلحقكم كل جديد باذن الله. أولا بديت بالعجينة اللي هنا، نحتاج فيها كاس ماء وكاس حليب دافيين، نص مغرف خميرة الخبز، نص مغرف كبيرة خميرة الخبز ومغرف صغيرة خميرة الحلوى، ربع كاس زيت. نخلطوا هذو مع بعضاهم ونخليهم يتفاعلوا شوية حوالي 10 دقائق. نخليو الخميرة تتفاعل مع الحليب والماء. من بعد لهنا بعد ما فاتوا 10 دقائق هنا جيت نحط في الفارينة تاعي وبديت نلم في العجينة. هنا نلوحو الفارينة بشوية ولمو، على حساب العجينة، على حساب عفوا الفارينة، كل واحد والفارينة تاعو. كاين اللي الفارينة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. وهنا عندي مغرف صغيرة ممسوحة تاع ملح ونكمل نلم في العجينة تاعي. هنايا كملت لميت العجينة تاعي وخليتها طرية كيما راكم تشوفوا، ونخليها ترتاح حوالي نص ساعة. ونروح نبدأ في الحشو تاعي اللي فيه نص صدر دجاج رحيته. وهنا عندي مغرف نص مغرف كبيرة تاع كزبر وشوية فلفل الكحل وشوية ملح. وعندي لهنا دبشة ولا الكزبر، نحطهم مع بعضهم يتقلاو في شوية تاع زيت. وهنا عندي فلفل حلو مع الحار، قطعتهم هكا مربعات ونحطهم يذبالوا مع بعضهم. من بعد نخلط هذاك الدجاج مع الفلفل ونحط عليهم شوية تاع زيتون خضر اللي هنا كنت غليته شوية ماء وسكر. ومن بعد نضيف عليهم زوج مغارف كبار تاع فرماج، هذا فرماج ابيض. بعد ما تخمرت العجينة تاعي، شوفوا هنا كيف خليتها طرية. هنا مش حتخمر بزاف لانه الخميرة ماهيش بزاف. نجيب نرش طاولة العمل بشوية فارينة ونبدأ نفتح في العجينة تاعي. حلوها بسمك يكون رقيق باه كي طيب ما تجيكمش معجنة. هذه الوصفة تاع العجينة تقدروا حتى ديروها في لي سوفلي ولا راح تجي بزاف خفيفة وطرية. هنا حليت العجينة تاعي على شكل هكا مربع. والبلاط تاعي كنت دهنته بشوية تاع الزيت. ونهز العجينة تاعي بالقنوط باه نحطها في البلا. هنا العجينة راهي طرية، تحكموا فيها نتوما كيما تحبوا. سيو لهنا النص خليوه شوية شوية خشين، ماشي خشين بزاف. وتبداو تطلعوا في الحواف باه كي تحطوا الحشو تاعكم ما يخرجش منا ومنا. ومن بعد تثقبوا العجينة باه ما تنفخش ويفسد الشكل تاعها. هنا زدت الحشو تاعي شويه بطاطا قليتها مربعات، تقدروا تزيدوها ولا تستغناو عليها. ومام الدجاج تقدروا غير ديروا شويه هكا شكشوكه مع البطاطا والفرماج وتجيكم بزاف بنينه. هنا بديت نحط في الحشو تاعي، فرغته كامل في البلاط تاعي. ونسيي نمشي هذاك الحشو في الجوانب باش ما تجيش جهه طالعه على جهه. زدت لهنا شويه فرماج من الفوق، تقدروا ديروا هذا ولا فرماج مربي. من بعد العجينه اللي بقات لي اللي حنديرها من الفوق، زدت رشيت الطاوله تاع العمل تاعي شويه فرينه وحنحلها مام هي بسمك يكون رقيق باه نحطها من الفوق. وهنا بعد ما كملت حليت العجينه تاعي حطيتها من الفوق وراح نسيي نقفل العجينه التحتانيه مع الفوقانيه باه ما يخرجش الحشو كما راكم تشوفوا في الفيديو هنايا. قبل ما يكمل الفيديو البنات ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتخليوا لي ابوني وتفعلوا الجرس هكا بيلحقكم كل جديد ان شاء الله. يعني والجيم تاعكم والكومنتار راح يوصل بزاف بنات يشوفوا الفيديو
وتدعموني باذن الله. وهنايا غير بصباعي هكا راح نبدا شغل نطراسي في الوجه تاع الفطيره تاعي هكا باه ما يخرجش الحشو. ودرت لها انايا صفار تاع بيضه مع شويه حليب، ونبدا ندير تزيين. اللي ما يحبش الزيتون هنا يدير شويه سينوج ولا ججلان. انا هنا درت شويه، يعني درت هنا حبه زيتون مع هذا معدنوس كتزيين. يبقى تزيين اختياري ولا تخليوها كيما هي غير بشويه بيض من الفوق. وهنايا كنت شعلت الفور تاعي من قبل على 180 درجه، حطيتها كي شفتها طابت من الفوق زدت شعلت عليها من التحت. بعد ما طابت من التحت شعلت عليها من الفوق، وهذه هي النتيجه. هنا راح نقسم معكم وتشوفوا بزاف خفيفه وما تجيش معجنه. جربوها وخليوا لي رايكم في الكومنتات. هنا راح نقسم معكم حبه باش تشوفوها. البنات ما تنسوش ديروا جيم للفيديو وتخليو ابوني وتفعلوا الجرس بيلحقكم كل جديد. وهذه هي نتيجه تاع الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.